بدأت تعترف وبدأت تتعامل مع الشهداء كلهم زي بعض. ويا رب تكون أول خطوة، بس مش ده حلم الشهداء إن هو اسمهم تتحط على الشوارع، بس دي يعني دي تعتبر أقل حاجة ممكن نقدمها لهم أو الدولة تقدمها لهم، إن اسمهم تخلد ويحطوها على الشوارع بتاعة القاهرة. دي أبسط حاجة، لكن حقهم لما فقراء مصر يوصلون للحكم، ده حقهم. أنا سعيدة طبعا بأن يطلق اسم ابني على شارع وأنا في الدنيا قبل أن أفارقها، وسعيدة أكتر لأنه هيخلد، وكل اللي ماشي واللي رايح ممكن يقرأ له فتحة أو يتذكره فيقرأ له آية من القرآن. سعيدة أحيانا القلب يتراقص من شدة الأسى. شوفي شدة الألم اللي أنا فيها وقلبي برضو لسه بيفرح. هيتم اطلاق شارع الشهيد جابر صلاح على شارع قولة سابقا بعابدين. النهارده كان تكريم من المحافظه وتكريم من الدوله للشهداء، لسه بنتمنى اكتر. حق الشهداء يرجع لما القصاص يجي، لما تحقق العيش والحريه والعداله الاجتماعيه، لما الفقير يلاقي حقه. حق الشهداء يرجع. النهارده كانت خطوه في القصاص، ان بيتم تكريم الشهداء ويتم اطلاق شوارعهم، بيتم اطلاق اسمهم على شوارع الدوله. دي بدايه الطريق، لسه ان شاء الله مكملين وحق الشهداء راجع.